لو اول مرة تشوفوا ملخصاتنا صلوا على النبي عليه الصلاة وافضل السلام، وما تنسوش تعملوا اشتراك تدعموني باللايك. ويبدأ الفيلم لشاب اسمه جلايفر شغال في البريد الامريكي رئيس قسم المراسلات، وكانت شخصيته بسيطة جدا واحيانا مستهتر. وده دان موظف جديد مع جلايفر في قسم المراسلات، وهم بيوزعوا البريد شاف جلايفر البنت اللي بيحبها من سنين دارسي، وهي محررة رحلات، وعرفها على دان. طبعا دان حس بحبه جلايفر ليها، فقال له انت من امتى بتحب محررة الرحلات؟ فقال له لا، هي مجرد صديقة. فحس ان هو بيكذب عليه. وجلايفر وهو في مكتبه كان بيرقص وكان بيلعب على الجيتار، ودخل عليه دان واداله جواب بترقيته برئيس قسم المراسلات بداله من اول يوم عمل ليه، وقال له كاصحاب اهتم بحبيبتك قول لها ان انت بتحبها، وكرئيسك في الشغل اهتم بالعمل واحترم وقته. وطبعا جلايفر اتضايق من الكلام، وهو خارج لقى دارسي لسه في مكتبها، وراح عشان يقول لها ان هو بيحبها بس ما قدرش. ومن احراجه سحب ملف من على المكتب وقال لها هاخده. فقالت له ليه، انت بتعرف تكتب مدونه عن الرحلات؟ قال لها انا سافرت كتير رحلات. فقالت له خلاص اكتب مدونه عن رحلتك اللي انت سافرت فيها علشان محتاجاها. فخد المواضيع كوبي من على الانترنت والكتب وعملها مدونه، وتاني يوم اداها المدونه، وطبعا عجبتها قوي علشان كان منسق في الكلام، ووصف المدن كان جميل جدا ورائع. فقالت له انت شخص محظوظ جدا ان كانت في رحله انا طلعاها لمعرفه سر مثلث برمودا، بس للاسف انا بيجيلي دوران البحر ومش هقدر اطلعها. انت بتعرف تركب مراكب؟ قال لها انا كنت مراكبي قديم. وبعتته المهمه، وفعلا سافر، وكان المراكبي مستنيه وخده ومشي، وقال له هتكمل الرحله لوحدك، والمركبه دي الكترونيه، هو مجرد ما يحدد المكان هي هتروح المكان دوت. وفعلا بدأ الرحله وكان مبسوط، فحس بالجوع فكل ونام، وفجأة حس ان هو بيغرق ولقى نفسه في وسط البحر، وطبعا غرق وحس بعدها بضلمه. وهو بيفتح عينه لقى نفسه متربط وحاسس كأنه في نمل ماشي عليه، ولقى على صدره بشر بحجم النملة. فقال له القائد انا ادوارد، القائد العام لقوات لمدينة ليلوبيت. وطبعا اتضايق وحاول ان هو يفك نفسه، وقام وحس ان ده حلم. قفل وفتح عينه لقاهم بيحاولوا تاني ان هم يوقعوه، وفعلا وقعوه واغمى عليه. وفتح عينه تاني لقى نفسه مربوط وبيتسحب على عجلة في وسط المدينة، وكل الناس اللي موجودة في المدينة بحجم النملة، وبيهتفوا يقولوا الوحش الوحش. وودوه للملك، بس الملك وزوجته وبنته الأميرة ميري استغرب جدا، والأميرة كانت متعاطفة معاه جدا. وجلايفر بيسأل الملك هو أنا فين وإيه اللي حصل؟ أنت في مملكتي. وإدوارد قال للملك إن هو شكله وحش وجاسوس، وحكم عليه بالسجن وحبسه داخل كهف. وهو في السجن لقى شخص صغير جدا بيكلمه، بيقول له ان هو ادوار هو اللي حكم عليك بالسجن. قال له علشان بيقول انا وحش وانا بشر عادي. وانت حكم عليك ليه؟ فقال له انا هوراشو، حكم عليا ادوار علشان بعاكس خطيبته الاميره. فجرفج قال له ايه القسوه دي، يسجنك علشان بتعاكس خطيبته؟ فقال له علشان انا من الطبقه الفقيره. فجلايفر غلط في ادوار، فدخل ادوار عليهم وقال له انت بتغلط. فجلايفر قال له لا، معنى الكلمه دي انك شجاع وقلبك اسد. ففرح ادوارد جدا وافتكر ان هو بيمدحه، وتاني يوم خده علشان يشغله في الارض. وحصل هجوم على المدينه من مملكه بلوفيشن علشان يخطفوا الاميره. جلايفر انقذ الاميره منهم وخدها بعيد عنهم. وطبعا ادوارد اتضايق علشان خطيبته، وفي نفس الوقت جه هوراشو اطمن على الاميره، وهما بيتكلموا لقوا الملك داخل الحريق. والاميره قالت لجلايفر انقذ بابا، انقذ الملك. فطبعا اتصرف بطريقته الخاصة جدا. فالملك عفى عنه وعمل له حفلة، وكان بيقوله ان هو يفضل معاهم علشان يدافع عنهم على طول. طبعا جلايفر هو كان اول مرة يحس ان هو بطل، وكمان هم افتكروا ان هو كان رئيس البلد اللي هو كان فيها، وهو اكد ده علشان يفضل بطل. فعملوا له بيت كبير وطلب منهم ان هم يحطوا يافطات علشان يحس ان هو لسه في نيويورك. وعمل ليهم مسرحية ترفيهية، ليهم مسرحية تايتانيك على اساس ان هي دي قصته. وطبعا كانوا متأثرين بيها جدا. وراح جلايفر وهوراشو اتمشوا، واعترف هوراشو بانه بيحب الاميره ومش عارف يقول لها عشان الفرق اللي بينهم. وطبعا جلايفر افتكر نفسه مع دارسي وقال له روح تحت البلكونه وغازلها وهي اكيد هتحس بيك. وفعلا راحوا، وفضل غازلها تحت البلكونه وهي كانت مبسوطه جدا وحست بيه. وبعد كده الجنود لقوا المركبه، وادوارد كان فرحان جدا علشان جلايفر هيمشي، لان كان جلايفر هو البطل بالنسبه للمدينه كلها. وجلايفر لقى تليفونه ولقى عليه رسائل
كتيرة جدا من دارسي، فسمعها ولقاها زعلانة منه جدا علشان كتابة المدونة، عرفت ان هو نقلها. والملك علشان ما يخليش جلايفر يمشي عينه بدل ادوارد وخلاه هو القائد الاعلى وادوارد النائب بتاعه. طبعا ادوارد زعل جدا وحاول يديهم درس، فنزل كل الدفاع بتاع المدينة علشان البلوفيشن يهاجموا عليهم، وفعلا البلوفيشن هاجموا عليهم، وراح جلايفر علشان يدافع عنهم وقال للملك انا هقدر عليهم كلهم، وراح يكلمه الاول بس هم ضربوه بالمدفع، وطبعا ما اثرتش فيه وضربهم وهزمهم وسحب كل السفن للملك. وجلايفر احتفل مع الجنود بطريقته وبقى كانه واحد منهم، وعملوا له فريق للمساج والقص شعره وعملوا له بدله قائد. وفي اوضه الاميره دخل عليها ادوارد وطلب منها الجواز، فهي رفضت وقال لها ان هي كانت خطيبته من قبل ما يجي الوحش، وان جلايفر خلاها تبص لواحد فقير مش من مستواها، فاتنرفزت عليه وطردته بره الاوضه. وهو ماشي طبعا متضايق لقى صور جلايفر في كل مكان والناس بتبيع قمصان عليها صوره جلايفر، فاتضايق وراح للقائد البلوفيشن علشان يتفق معاه على هزيمه جلايفر. وفعلا هجموا تاني على المدينه بس بانسان آلي كان بيتحكم في ادوارد، وحاول جلايفر يهزمه وان هو يفضل يزقه بس ما قدرش عليه. وعشان ادوارد يعرفهم ان هو ولا حاجه مسكه وقعد يضرب فيه. وفي اللحظه دي اعترف جلايفر للملك ان هو ضعيف وان هو كذب عليهم وان هو مش رئيس بلد ولا حاجه ولا قوي، هو انسان عادي. فطبعا الملك اتضايق جدا وكل المدينه اتضايقت، وادوارد استغل الفرصه وسيطر على المدينه وخد جلايفر رماه في جزيره بعيده هما مش بيحبوا يروحوا فيها وبيخافوا منها جدا. وفتح جلايفر عينه لقى نفسه لابس هدوم بنت وقاعد في دولاب صغير جدا، وعرف انه في جزيره العمالقه. والاميره كانت ماشيه هوراشو قابلها وكان بيقنعها ان هي ترفض الجواز من ادوارد، فرفضت ومشت. وفي نفس اللحظه سمع هوراشو صوت بنت بتستغيث، راح علشان يشوفه لقى ادوارد قابض على بنت كبيرة الحجم وهي عاملة تقول له انا دارسي، فعرف ان دي حبيبة جلايفر وراح لجلايفر عشان يقول له ويجي ينقذها. وفعلا قدروا يهربوا وراح جلايفر لدارسي في السجن، لقاها محبوسة هي والملك وزوجته، فانقذهم وراح لادوارد وقال له ان هو هيقدر يحاربه وانه المرة دي فعلا هو شجاع وان جلايفر لو هزمه هيرجع المدينة تاني للملك. ودخل في معركة مع الانسان الآلي بقيادة ادوارد وكانت معركة جامدة، وهوراشيو حاول يساعد جلايفر ودخل جوه الانسان الآلي وحاول يدمره من جوه، وفعلا دمره من جوه. وبكده قدر جلايفر ان هو يسيطر على الموقف ويهزمه. وكان في وقتها بتشجعه الاميرة ودارسي والمدينة كلها، وفعلا انتصر عليه وهزمه. وبعد المعركة الاميرة بتعرف ابوها على هوراشو اللي هو ساعد جلايفر في المعركة، فجي ادوارد وحاول يخطف الاميرة بس هي ضربته، وكانت هتبدأ الحرب تاني بين المدينتين. بس جلايفر راح وقال لهم كفاية حروب، خلينا نعيش مع بعض في سلام. وحاول يرقص وكلهم رقصوا وقعدوا يرقصوا مع بعض وكلهم بقوا ايد واحدة واتحدت المدينتين مع بعض. والملك وافق على جواز الاميرة وهوراشيو، ودارسي عرفت ان جلايفر بيحبها ورجعوا جلايفر ودارسي لنيويورك. بس جلايفر بقى محرر رحلات مع دارسي وحب الموضوع جدا، وبيخلص الفيلم بعلاقتهم السعيدة وبحبهم. وكده خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم اشترك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يجيلكم كل ملخصاتنا الجديدة، واكتبوا في تعليقاتكم تحبوا تشوفوا افلام ايه اللي جاية. والى اللقاء في ملخص جديد.